والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد مع بعض. في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح فلاش تربو 988. الفلاش ده عندنا كسر زيرو، هنشرحه مع بعض عيوب ومميزات كل حاجة في الفلاش هنشرحها إن شاء الله، وهنعرف استخدامه بالظبط وبيشتغل على كاميرات إيه بالظبط ونظامه إيه، وهل بيشتغل أوتوماتيك ومانوال ولا بيشتغل مانوال بس، وهل بيشتغل على جميع الكاميرات كانون وسوني ونيكون ولا بيشتغل على كاميرات معينة، وهل الفلاش ده سعره رخيص ولا سعره غالي ولا ايه بالظبط. كل ده هنعرفه في الحلقه دي ان شاء الله تفصيل، وهنجرب الفلاش مع بعض، وجايبين مع بعض طقم حجاير هنجرب الفلاش ونشتغل بيه ونشرحه ازرر وكل حاجه في الفلاش. تابع الفيديو ده للاخر علشان ان شاء الله تستفاد. يلا تابع الفيديو. ورجعنا مع بعض تاني ان شاء الله، وعايزين قبل ما نبدا الفيديو عايزين نصلي على النبي، وعايزين ندعي لاخواتنا في غزه، ونقول بسم الله ونفتح على طول الفلاش. ده الفلاش يا جماعه فلاش تربو 988. هنفتح مع بعض الفلاش علشان نعرف ايه اللي جاي معاه بالظبط. ده كده الفلاش تمام، بيجي معاه القطعه دي مش فاكر اسمها ايه. تمام، بيجي معاه ده الفلاش نفسه، طبعا بيجي معاه الجراب بتاعه، ودي القاعده اللي بتركب على الترايبود. تمام، طبعا بيكون جاي معاه جرابات وحاجات كده، بس ده كسر زور طبعا مش جديد. تمام، فما بيكونش جاي معاه الحاجات دي. وده الفلاش نفسه اهو. تمام اهو، وهنشرحهم مع بعض دلوقتي شرح كامل ان شاء الله، وجايبين مع بعض طقم الحجاير ده علشان نجربه، ونطلع مع بعض طقم الحجاير عشان نجرب الفلاش. الفلاش بيركب بتاعته البطاريات من هنا تحت كده. تمام، وبتلاقي طبعا العلامات بتاعت البطاريات مكتوب ليها مثلا الحرف الزائد او كده، فدايما كل حاجه بتبقى مكتوبه هنا. فده كده الزائد اهو. طبعا لما تعوز تفتح الفلاش بيفتح بيضغط ضغطه طويله على الزر ده كده اللي هو الاون والاوف ده. كده فتح معانا اهو. تمام، ده كده الفلاش. اول حاجه خلينا نشرح شرح على السريع كده على الازرار بتاعه. اول حاجه ده الزرار بتاع المود. تمام، بتاع المود بتاع الفلاش. تمام، الزرار ده بتاع اللي بايد الشاشه ويطفيها. تمام، طبعا الزرار اللي في ده بتاع التيست نفسه. تمام، والازرار ده ده بتاع اعدادات في الفلاش نفسه. طبعا هنشرح مع بعض دلوقتي. الزرار ده بتاع الزوم. تمام، عايز تشغل الزوم او مش عايز تشغل الزوم. تمام، وده الزرار اللي بيقفل وبيفتح الفلاش. طبعا الفلاش ده من الفلاشات اللي هي ممتازه جدا، بيكون فيه لمبه استشعار من قدام كده اللي هي بتحدد الوجه او الحاجه اللي انت بتصورها بالليل او بالنهار. تمام، بيكون فيه زي ليزر كده اللي هو بايد ده بيعكس الضوء على الحاجه اللي انت بتصورها او على الشخص اللي انت بتصوره، فبيجيب هيئته، فبيبقى منظم مع الفلاش. طب الفلاش ده عايزين نعرف بالظبط بيشتغل على كاميرات ايه. الفلاش ده يا جماعه بيشتغل على كاميرات كانون، وبيشتغل على كاميرات نيكون، وبيشتغل على كاميرات سوني، بيشتغل على الثلاث كاميرات. طبعا الفلاش ده غني عن التعريف. الفلاش ده مش غالي قوي، الناس اللي مبتدئين تقدر تشيله، والناس برضو اللي يعني قديمه شويه برضو تقدر تجيبه. الفلاش ده كويس جدا وتصويره كويس جدا، بيشتغل مانوال وبيشتغل اوتوماتيك. طبعا الزرار ده وده دول اللي بيظبطوا في الاعدادات بتاعه الفلاش. تمام، يعني مثلا ده اللي بيجيب لك الاعدادات بتاعه اللي عايز الفلاش مانوال ولا عايزه اوتوماتيك. الفلاش ده بيشتغل طبعا مانوال واوتوماتيك، وطبعا في اللي هو بيشتغل كده هو على وضع المانوال اهو. تمام، كده اوتوماتيك كل حاجه. الفلاش ده كويس جدا، اضاءته شديده جدا. طبعا هو معمول كده على اقل اضاءه. الاضاءه بتاعته دي اللي انا مشغلها دي مش اضاءه مش شديده قوي. طبعا لو حبينا نعلي الاضاءه، تمام، كده 1 على 8 1 على 4 1 على 2 1 على 1 1 على 1 ده اعتقد اللي هي اضعف حاجه. تمام، لا 1 على 1 دي يا رب اجدد حاجه. تمام اهو، حتى بيجيب شويه عبال ما يجمع، وعبال ما اللمبه ترجع تجمع للفلاش علشان الفلاش يجيب تاني زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو وطينا الفلاش على اوطى حاجه زي مثلا 1 على 108 و1 على 128 هتلاقي بصوا كده الفلاش بيشتغل معاك دايركت على طول زي ما انتم شايفين كده. بص وقت اللمبه ما بيكونش في مجال ان هي اللمبه تطفي اصلا، تلاقي اللمبه على طول شغاله زي ما انت مش شايف اهو. بص اهو. لكن لو علينا الفلاش، لو خلينا 1 على 1 هتلاقي ان الفلاش بيغيب شويه فتره على ما تيجي تاخد التيست كده. بصوا هتلاقي اللمبه طفت علشان تاخد يعني علشان خاطر اللمبه تستعيد او الفلاش يستعيد القدره ان هو يشتغل تاني. تمام، والفلاش ده كويس جدا زي ما قلنا لكم، بيشتغل على كاميرات نيكون وعلى كاميرات كانون وعلى كاميرات سوني، بيشتغل على الثلاث كاميرات. طبعا ما اشتغلش على الكاميرات العاليه، الكاميرات اللي هي الكاميرات اللي هي مش عاليه قوي ومش واطيه قوي، بيشتغل احيانا
على فول فريم زي كاميرات مثلا 750 و810 في النيكون، وزي ال 5 دي مارك 1 ومارك 2 في الكانون، وزي السوني مثلا السوني اي 7 والحاجات دي. كل ده بيشتغل عليهم الفلاش ده، والفلاش ده كويس جدا. زي ما قلت لكم في لمبه الاستشعار اللي قدامنا اللي وريتها لكم من شويه، اللمبه دي اللي بتعرفك او تحدد الوجه اللي قدامك ده لو انت مشغل مثلا فلاش اوتوماتيك. لما بيكون فلاش على الاوتوماتيك بصوا هيشتغل تاني كده فلاش على الاوتوماتيك، بتلاقي ان اللمبه اشتغلت علشان تجيب الحاجه اللي قدامك اللي هي القدره اللي هو الفلاش يعمل النظام بيعمل تحسين على الواجهه او الحاجه اللي هو بيصورها، فبيعمل اورسوليشن للفلاش نفسه وبيخلي الفلاش نفسه يطلع اضاءه كويسه. والفلاش ده بيلف 180 درجه زي ما انتم شايفين كده اهو، زي اي فلاش. طبعا بيتني بالشكل ده كده عشان لو انت عاوز تصور على حاجه مباشر تمام. وطبعا بيكون فيه من هنا اللي هي العازل الاضاءه ده اهو. طبعا لو انت مش عايز الاضاءه بتاعتك مش جديده، ففي الحاجه دي كده امكانيه ان هي تقلل لك الاضاءه شويه لو انت مثلا بتصور على اضاءه بالليل وعامل الفلاش مباشر على الحاجه اللي انت بتصورها. وده كده كان شرح على السريع للفلاش والحاجه اللي معاه تمام. والفلاش للعلم فلاش كويس جدا، الناس اللي عايزه تشيله او الناس اللي بتدور على فلاش ما يكونش غالي قوي او ما يكونش مثلا سعره عالي قوي، فالفلاش ده جميل جدا برده خفيف، مش اللي هو تقيل ان هو مثلا هتحطه على الكاميرا مثلا فيتقل الكاميرا، هو نسبيا تقيل شويه يعني مش تقيل قوي بس تقيل شويه برده للامانه، عشان مثلا الناس اللي هتشتريه ما تقولش ان هو مثلا ده الفلاش خفيف او حاجه، لا ده الفلاش تقيل شويه. يعني يعملوا مثلا بتاع 300 جرام او 350 جرام تمام، فالفلاش برده تقيل نسبيا. وده كده كان شرح على السريع. الفلاش ده يا جماعه للعلم برده في الاتش دي اللي هو بيشتغل لو انت مثلا عايز تشغل الفلاش على الكاميرا عن طريق الكاميرا على طول من غير ان انت مثلا يعني في نظام توصيل كده بينه وبين الكاميرا لاسلكي مع اي كاميرا، مش لازم انت تعمل مثلا تخش على الاعداد بتاعه الكاميرا وتخش على اعداد الفلاش علشان تظبطهم الاثنين مع بعض، لا انت بتحط فلاش للكاميرا فالفلاش بيتصل اوتوماتيكي على الكاميرا وبيفهم الكاميرا من اول ما بتحط الفلاش على الكاميرا. وده كده كان شرح على السريع للفلاش والحاجه اللي معاه. والفلاش ده سعره هتلاقيه مثلا في السوق من اول 1500 جنيه لحد 2000 جنيه مستعمل، وبيعمل جديد حوالي 2000 ونص او 3000 جنيه. الناس برضو اللي بتدور على فلاشات فرنج مثلا من 2000 جنيه ل 3000 جنيه، فالفلاش ده هيكون كويس جدا وحاجه كويسه جدا برضو للناس اللي بتدور على فلاشات ما تكونش غاليه قوي وما تكونش فلاشات فول فري. فالفلاش ده كويس جدا. وده كده كان شرح على السريع لفلاش تربو 988. الفلاش ده والله العظيم انا احيانا بطلع اشتغل بيه مع ان عندي فلاشات ثانيه نيكون عاليه جدا زي مثلا فلاش اس بي 5000 والحاجات دي، بس بحب اطلع بالفلاش ده لان الفلاش ده فيه مميزات برضه حلوه بتقدر ان هي تشغلني ويكون فلاش كويس. وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. لو قدرت افيدك في الحلقه دي اعمل سبسكرايب واعجاب بالفيديو علشان نوصل لعدد اكتر. ولو عندك اي سؤال بخصوص اي حاجه سيبه لنا في كومنت. ولو معاك فلاش زي ده قول لي ايه رايك في الفلاش ده كويس بالنسبه لك ولا فلاش وحش. وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. ولو وصلت معايا لنهايه الحلقه صلي على النبي. الفلاش ده كويس جدا اضاءته شديده جدا. طبعا هو معمول كده على اقل اضاءه، الاضاءه بتاعته دي اللي انا مشغلها دي مش اضاءه مش شديده قوي. طبعا لو حبينا نعلي الاضاءه تمام كده 1 على 8 1 على 4 1 على 2 1 على 1 1 على 1 ده اعتقد اللي هي اضعف حاجه تمام. لا 1 على 1 دي يا رب اجدد حاجه تمام اهو. حتى بيجيب شويه عبال ما يجمع وعبال ما اللمبه ترجع تجمع للفلاش علشان الفلاش يجي تاني زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو وطينا الفلاش على اوطى حاجه زي مثلا 1 على 108 و1 على 128 هتلاقي بصوا كده الفلاش بيشتغل معاك دايركت على طول زي ما انتم شايفين كده. بص وقت اللمبه ما بيكونش في مجال ان هي اللمبه تطفي اصلا، تلاقي اللمبه على طول شغاله زي ما انت مش شايف اهو. بص اهو. لكن لو علينا الفلاش لو خلينا 1 على 1 هتلاقي ان الفلاش بيغيب شويه فتره على ما تيجي تاخد التيست كده. بصوا هتلاقي اللمبه طفت علشان تاخد يعني علشان خاطر اللمبه تستعيد او الفلاش يستعيد القدره ان هو يشتغل تاني تمام. والفلاش ده كويس جدا زي ما قلنا لكم بيشتغل على كاميرات نيكون وعلى كاميرات كانون وعلى كاميرات سوني، بيشتغل على الثلاث كاميرات. طبعا ما اشتغلش على الكاميرات العاليه، الكاميرات اللي هي الكاميرات اللي هي مش عاليه قوي ومش واطيه قوي، بيشتغل احيانا على فول فريم زي كاميرات مثلا 750 و810 في النيكون، وزي ال 5 دي مارك 1 ومارك 2 في الكانون، وزي السوني مثلا السوني اي 7 والحاجات دي. كل ده بيشتغل عليهم الفلاش ده. والفلاش ده كويس جدا زي ما قلنا لكم في لمبه الاستشعار اللي قدامنا اللي وريتها لكم من شويه، اللمبه دي اللي بتعرفك او تحدد الوجه اللي قدامك ده لو انت مشغل مثلا فلاش اوتوماتيك. لما بيكون فلاش على الاوتوماتيك بصوا هيشتغل تاني كده فلاش على الاوتوماتيك، بتلاقي ان اللمبه اشتغلت علشان تجيب الحاجه اللي قدامك اللي هي القدره اللي هو الفلاش يعمل النظام بيعمل تحسين على الواجهه او الحاجه اللي هو بيصورها، فبيعمل اورسوليشن للفلاش نفسه وبيخلي الفلاش نفسه يطلع اضاءه كويسه. والفلاش ده بيلف 180 درجه زي ما انتم شايفين كده اهو زي اي فلاش. طبعا
بيتني بالشكل ده كده عشان لو انت عايز تصور على حاجه مباشر. تمام. وطبعا بيكون فيه من هنا اللي هي العازل الاضاءه ده اهو. طبعا لو انت مش عايز الاضاءه بتاعت تشديدي ده، ففي الحاجه دي كده امكانيه ان هي تقلل لك الاضاءه شويه لو انت مثلا بتصور على اضاءه بالليل وعامل الفلاش مباشر على الحاجه اللي انت بتصورها. وده كده كان شرح على السريع للفلاش والحاجه اللي معاه. تمام. والفلاش للعلم فلاش كويس جدا، الناس اللي عايزه تشيله او الناس اللي بتدور على فلاش ما يكونش غالي قوي وما يكونش مثلا سعره عالي قوي، فالفلاش ده جميل جدا برده خفيف، مش اللي هو تقيل اللي هو مثلا هتحطه على الكاميرا مثلا فيتقل الكاميرا، هو نسبيا تقيل شويه يعني مش تقيل قوي بس تقيل شويه برده للامانه، عشان مثلا الناس اللي هتشتريه ما تقولش ان هو مثلا ده فلاش خفيف او حاجه، لا ده الفلاش تقيل شويه يعني يعملوا مثلا بتاع 300 جرام او 350 جرام. تمام. فالفلاش برده تقيل نسبيا. وده كده كان شرح على السريع. الفلاش ده يا جماعه للعلم برده في الاتش دي اللي هو بيشتغل لو انت مثلا عايز تشغل الفلاش على الكاميرا عن طريق الكاميرا على طول من غير ان انت مثلا يعني في نظام توصيل كده بينه وبين الكاميرا لاسلكي مع اي كاميرا، مش لازم انت تعمل مثلا تخش على الاعداد بتاعه الكاميرا وتخش على اعداد الفلاش علشان تظبطهم الاثنين مع بعض، لا انت بتحط فلاش للكاميرا فالفلاش بيتصل اوتوماتيكي على الكاميرا وبيفهم الكاميرا من اول ما بتحط الفلاش على الكاميرا. وده كده كان شرح على السريع للفلاش والحاجه اللي معاه. والفلاش ده سعره هتلاقيه مثلا في السوق من اول 1500 جنيه لحد 2000 جنيه مستعمل، وبيعمل جديد حوالي 2000 ونص او 3000 جنيه. الناس برضو اللي بتدور على فلاشات فرنج مثلا من 2000 جنيه ل 3000 جنيه، فالفلاش ده هيكون كويس جدا وحاجه كويسه جدا برضو للناس اللي بتدور على فلاشات ما تكونش غاليه قوي وما تكونش فلاشات فول فري. فالفلاش ده كويس جدا. وده كده كان شرح على السريع لفلاش تربو 988. الفلاش ده والله العظيم انا احيانا بطلع اشتغل بيه مع ان عندي فلاشات ثانيه نيكون عاليه جدا زي مثلا فلاش اس بي 5000 والحاجات دي، بس بحب اطلع بالفلاش ده لان الفلاش ده فيه مميزات برضه حلوه بتقدر ان هي تشغلني ويكون فلاش كويس. وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. لو قدرت افيدك في الحلقه دي اعمل سبسكرايب واعجاب للفيديو علشان نوصل لعدد اكتر. ولو عندك اي سؤال بخصوص اي حاجه سيبه لنا في كومنت. ولو معاك فلاش زي ده قول لي ايه رايك في الفلاش ده كويس بالنسبه لك ولا فلاش وحش. وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. ولو وصلت معايا لنهايه الحلقه صل على النبي.